سر طراوة ونجاح هذه الكيكة هو تكنيك الحليب الساخن. نحط الزبدة والحليب في قدر على النار، نحط الحليب والزبدة على نار منخفضة حتى تذوب الزبدة تماما ويمتزج المزيج كويس. خلاص إذا ذابت الزبدة تماما بدون ما يغلي الحليب ولا ينقص كميته، نسكر على النار ونخليه على جنب حتى يبرد. نترك مزيج الحليب والزبدة على جنب حتى يبرد ونبدأ بالكيكة والخلط. في الخلاط راح أنزل البيض والفانيليا، نكثر فانيليا لأنها كيكة فانيليا، ونخلط على سرعة متوسطة إلى عالية حتى يفتح لون البيض وينتفش ويتضاعف حجمه. الآن والخلاط داير نبدأ نضيف السكر بشويش وبالتدريج ونتركه يخلط لمدة 3 دقائق. في هالأثناء والخلاط داير راح نبدأ ننخل النواشف اللي هو الدقيق. طبعا دائما النواشف نوزنها بأكواب المعيارية اللي هذه شكلها. أحد أسرار طراوة الكيك إنكم تشيلون ملعقة من الدقيق وتستبدلونها بملعقة من نشا الذرة، شايفين بهالشكل. والحين نحط البيكنج باودر ورشة الملح. نبدأ ننخل النواشف مع بعض بهالشكل. هذا السكر بعد ما مر عليه 3 دقائق نخليه على أبطأ سرعة ونضيف عليه النواشف دفعة واحدة. ناخذ ملعقة أو ملعقتين من خليط الكيك ونضيفه على مزيج الزبدة والحليب ونخلط مباشرة. هذه الحركة فايدتها تعادل حرارة الحليب عشان إذا حطيناه على مزيج الكيك ما يتكتل. الحين نبدأ نحط الحليب بالتدريج والخلاط شغال. نكشط الحواف عشان لو في كتل دقيق تنزل، ونعطيها خلطة أخيرة بس كذا كفاية، لأن الدقيق إذا خلطوه أطول من اللزوم راح يخرب الكيكة وتصير علينا قاسية. راح أبخ صينية الخبز ببخاخ الزيت كارليكس، أروع بخاخ جربته. توزيع البخ شوف شلون كأنه رغوة يوزع بالتساوي. الحين راح أصب خليط كيكة الفانيليا بتكنيك الحليب الساخن على الصينية المبخوخة بالزيت والمبطنة بورق الزبدة. نعطيها دقتين على الطاولة لأن هذه الكيكة فيها تكنيك خفق للبيض، عشان كذا نحاول نطلع الفقاعات لكن ما نطقها أكثر من اللزوم، دقتين كفاية. الحين ندخلها فرن مسبق التسخين على درجة من 150 إلى 160 على الرف الوسط، فوق وتحت كلها مشغالين. وهذه كيكتنا بعد مرور 25 دقيقة. نتأكد انها استوت بادخال عود اسنان وراح يطلع لنا نظيف. وثاني علامة تدل ان الكيك استوى هو انه ينكمش شوي عن جدران الصينية، هذه علامة نجاح الكيك. راح نخلي الكيك شوي بحرارة الغرفة عشان تهدى حرارته، بعدين نغلفه بالنايلون ونحطه بالثلاجة حتى يبرد تماما ويكون الشغل عليه سهل بهالشكل. بعد ما برد الكيك تماما نجيب قطاعة دائرية زي كذا على حسب المقاس اللي احنا نبيه، ونبدأ بتقطيع الكيكة دوائر متساوية بهالشكل. قطعنا الكيك، يفضل نقطع الكيكة وهي باردة جدا عشان التقطيع يصير نظيف ومرتب، واللي ما تنقطع معاها حتى النهاية تدخل سكين وتقطع. قطعت الكيك كامل حتى الزوائد، حاولت أقطعهم وأجمعهم 2 أو 3 قطع، قطعتهم بالقطاعة الدائرية وطلعت طبقة واحدة. هنا عندي كريمة التشيز اللي دايما أسويها، خذيت منها جزء وحطيت معه ملعقة مربى وراح أخلطها عشان تتنكه بنكهة الفراولة. الحين نبدأ نحشي الكيكة بهالشكل ونحط عليها الطبقة الثانية ونكرر العملية. نحط الحشوة التشيز بالمربى ونحط عليها الطبقة الثالثة من حشيت كل الكيكات. الحين راح احطها بالثلاجة حتى تتماسك ونقدر نغلفها بسهولة. الحين بغلف الكيكات باستخدام القمع العملاق والكيس القماشي. راح ادخل القمع العملاق واعبي الكريمة بوسط الكيس.
القمع العملاق له وجهين، في وجه مسنن وفي وجه مستوي. راح نستخدم الوجه المستوي، نحطه بهالشكل على الكيكة ونضغط ونلف ستاند الدوار. بهالشكل غلفنا الكيكة ثواني. الآن راح أجيب السكريبر وراح أكشط زوائد الكريمة بهالشكل. أنا ألف ستاند الدوار. بعد ما غلفنا الكيكة نجيب السباتشولا المعدن ونسحب السطح كذا عشان لو فيه زوائد من الكريمة يصير السطح متساوي. هنا أخذت جزء بسيط من الكريمة وراح ألونه باللون الياقوت أو اللون الأحمر، لأني بس أبغى لمحة بسيطة من هاللون. بهالشكل حاجة بسيطة بس أبي يعطيني لون وردي. حطيت الكريمة اللي لونها وردي بكيس كريمة وبحط أشكال كذا بس عشوائية عشان لما أكشطها تعطيني لمحة وردي. الحين بسباتشولا المعدن أحطها زي كذا وأفر ستاند حتى ينكشط اللون ويندمج مع الأبيض. شايفين شلون؟ هذا هو التأثير اللي أبي تأثير بسيط جدا. بعد ما بردنا الكيك تمام وتماسك، الحين راح نبدأ نزينه بالورد. تزينونها بأي طريقة أنتم حابين بهالشكل. وبكذا خلصنا دورة الميني نيكد كيك بأسهل طريقة ممكنة. أقطع لكم واحدة بالنص. بسم الله.